حاسس بخنقة؟ طب قلبك مقبوض وطبعًا مش عارف مالك، أنت متضايق من غير سبب صح؟ طب ما تقلقش، أنت مش لوحدك. لو صحيت من النوم وحسيت بضيق أو قاعد وسط ناس ومش طايق نفسك أو حتى بتضحك بس من جواك زعلان، دي اسمها الوحشة. طب عارف الوحشة دي علاجها إيه؟ مش كافيه ولا خروج ولا حتى تهريج، لأ، علاجها اسجد واقترب. يا صاحبي، يا أخويا، يا أي حد بيقول أنا تعبان بس مش عارف ليه، أنا جاي النهاردة أقولك على حاجة مهمة يمكن تنقذك قبل ما تغرق في الدوامة اللي مسيطرة على قلوب ناس كتير أوي. ساعات بتحس إنك تايه ومخنوق وقلبك مقفول وتايه وسط حاجات كتير أوي. خلي بالك، الخنقة اللي بتجيلك كل يوم دي مش من طاجن المكرونة بالبشاميل اللي انت كلته امبارح بالليل. بس الغريب إن مفيش سبب واضح، والغريب إن مفيش مشكلة علشان نقول إن هي دي السبب، ولا حد زعلك ولا حتى حصل حاجة، بس جواك حاجة مش مفهومة. بتبعد عن الناس ومش عايز تتكلم مع حد ومش عايز حتى تقرب من نفسك. طب ركز مع أخوك اللي هو أنا، مش أخوك اللي هو أخوك. ده مش اكتئاب ولا حتى حالة نفسية ولا حتى من المدام اللي منكدة عليك عيشتك، دي حالة اسمها الوحشة. خلي بالك، الوحشة دي مش من الفقر ولا من الوحدة ولا حتى من قلة الشغل، يعني ولا حتى من مشاكل الدنيا. الوحشة دي سببها غالبا إن في مسافة بينك وبين ربنا. عارف ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من الحاجات اللي بيحبها في الدنيا النساء اللي هي الزوجة الصالحة والعشرة الطيبة، والطيب يعني العطور الجميلة، لكن أعظم حاجة وأغلى حاجة على قلبه كانت الصلاة. وده لما قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. يعني يا صاحبي، لما النبي كان يتضايق أو يتعب أو حتى يفكر كتير كان بيقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال. يعني تعالى يا بلال نرتاح بالصلاة مش من الصلاة. يعني الراحة الحقيقية والسكينة والاطمئنان كانت بالنسبة له في السجود، مش في الراحة ولا في النوم ولا في السفر ولا حتى في خروجه. واحنا كمان محتاجين نبص للصلاة مش على إنها واجب ولا حمل تقيل، لأ، نبص ليها كأنها راحة للقلب، فرصة تشحن روحك وتفضفض للي خلقك بكل حاجة جواك. أصل ربنا بيحب العبد اللحوح. يعني لما تتضايق أو تحس إنك تايه، بدل ما تمسك الموبايل وتدور على أصحابك، امسك سجادتك وقف بين إيدين ربك. هتحس براحة غريبة وهدوء عجيب، ودماغك هتهدى لوحدها. الناس زمان لما كانت بتتخنق كانت بتقوم تصلي، لما كانوا بيتوهوا كانوا بيروحوا المسجد، لما كانت بتحزن كانت بتسجد وتقول: اللهم لا تجعل في قلبي إلا رضاك. إنما احنا النهاردة أول لما نحس بوحشة نفتح تيك توك، نقلب في الانستجرام، نلبس وش مش بتاعنا. والمصيبة إن كل ده بيزود الوحشة أكتر وبيسود قلوبنا أكتر وبينكد علينا أكتر، لا وكمان بيضيع وقتنا أكتر ويخلينا نخش في دوامة الله أعلم هنعرف نخرج منها ولا لأ. وبرضه المشكلة ما اتحلتش، دي زادت وانت مش حاسس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لو ضاق صدره يقوم الليل، لو اتضايق من أهل مكة يعتكف في الغار، لو حزن يفضل يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. احنا ليه بقى بنعمل العكس؟ ليه لما نحزن نهرب من الصلاة ونروح للفيديوهات الهلس ونفتكر إن ده الحل؟ ليه لما نحس بخنقة نكتم على روحنا أكتر ونروح للأغاني؟ هتقولي أصل الأغاني هي اللي بتوصف مشكلتي. هقولك أنت صح، بس القرآن هو اللي هيحل مشاكلك. ليه بنبعد عن اللي خلقنا بدل ما نقرب منه؟ يا أخي ده في آية بتقولك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني لو قلبك مقبوض مفيش دواء هيطمنه غير ذكر الله. والذكر مش بس سبحان الله على اللسان، الذكر الحقيقي لما دموعك تنزل وانت ساجد لربنا وبتقول له: يا رب سامحني. لأن غالبا و99% من الناس اللي بتحس كده بتبقى ذنوبهم كتير قوي. الذكر الحقيقي لما تسجد وتفضل تستغفر وكل استغفار يكون طالع من قلبك، صدقني هترتاح قوي. الوحشة اللي في قلبك دي مفتاحها تحت راسك. لما تحط جبهتك في الأرض وتقول سبحان ربي الأعلى، ساعتها بيحصل حاجة غريبة ملهاش تفسير علمي. القلب بيهدى والروح تطمئن، فالدمعة تنزل وترجع تبتسم.
تخيل إنك شايل جبل هَم وتيجي تسجد فذنوبك تفضل تنزل منك وأنت ساجد، وكل أمّا تطوّل في السجود كل ما الذنوب تنزل أكتر، فتقوم من الصلاة تحس إنك خفيف ونضفت من جوّه، تفتح عينك فتحس إنك مش لوحدك، لإنك فعلًا مش لوحدك، ربنا كان سامعك، شايفك وراضي عنك. النبي صلى الله عليه وسلم علّمنا إن القرب من ربنا مش رفاهية، دي ضرورة، زي المَيّة والهوا كده. ربنا قال في القرآن: واسجد واقترب. خلّي بالك السجود مش بس طاعة، دي كمان راحة. السجود يعني قُرب، يعني أمان، يعني علاج للوحشة. ما تخلّيش الوحشة تكسرك، ما تخلّيش التوهان يشدّك للضياع، ما تصدّقش إنك ضعيف ولا إنك لوحدك في العالم ده، في خالق فوق 7 سماوات مستنيك ترجع، بيحبك، عارفك، عارف هَمّك، وعارف الوحشة اللي مالية قلبك. وأقول لك على المفاجأة، مستنيك تسجد وتقول يا رب. تفتكر الوحشة دي صُدفة؟ لا يا صاحبي، ده جرس إنذار من ربك بيقول لك تعالَ الحق نفسك، قرّب ما تتأخرش، لإن الوحشة النهارده ممكن تبقى ظلمة بُكرة، وما تندمش واوعى تزعل وتقفل على روحك، عشان ده ما يكونش العادي بالنسبة لك. الوحشة ساعات بتكون بسبب ذنب معين بس أنت مش عارف. عارف لمّا تعمل حاجة غلط فتقول عادي، بس لأ، ده مش عادي، لإن بتلاقي قلبك مقفول ومزاجك متعكر، وربنا مش راضي يسيبك كده. عارف ده اسمه إيه؟ اسمه حُب من ربنا، لإنه مش عايزك تغرق، هو الوحيد اللي عايز مصلحتك. هو بينبهك علشان هو عايزك تسجد وتتوب. أنا مش شيخ ولا حتى عالم ولا حتى أحسن منهم، بس أنا مجرّب، والمثل بيقول لك اسأل مجرّب وما تسألش طبيب. أنا من الناس اللي كنت دايمًا باحس بالوحشة دي، مش هابالغ لو قُلت لك إني كنت باحس بيها يوميًا، فعارف يعني إيه تسجد وأنت موجوع، عارف يعني إيه دمعة تنزل من غير ما تقول كلمة، وعارف يعني إيه تنام وأنت في حضنك القرآن. وعشان كده باقول لك علاج الوحشة اسجد واقترب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل لحد ما رجله تورم، ولمّا الصحابة سألوه: ليه كل ده يا رسول الله؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورا؟ تخيل النبي ده ما كانش عنده ذنوب ولا كان بيغلط ولا كان بيغضب ربنا، ده بيعمل كل حاجة ترضي ربنا في كل ثانية في حياته، ومع ذلك كان بيقوم الليل. طب وإحنا؟ إحنا غرقانين في ذنوب، تايهين جوه المعاصي، موجوعين من كل حاجة غلط بنعملها، ومش قادرين نقوم نصلي ركعتين حتى. تيجي نرجع، تيجي نبقى من العباد الشكورين زيه. وكده البوكش لخّص وخلّص، وكده أنت عرفت إن لو الوحشة جات لك هتعمل إيه. لو حسيت إنك تايه، لو قلبك ضايع وسط الزحمة، اعرف إن الحل مش بعيد، مش محتاج سفر ولا دكتور ولا دوا. الحل هو سجدة، بس سجدة من القلب، سجدة تخلّيك تبكي وترجع لنفسك وترجّعك للي خلقك. دلوقتي اعمل لايك للفيديو، وأول ما تسجد وتقترب وقلبك يطمئن، ابقى طمّني عليك في الكومنتات. وما تنساش تصلي على نبينا محمد، وكالعادة ما تنساش تدعي لاخواتك في الأرض المباركة. سلام.